أعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال الجمعة الفايتة باللي السلطات اضطرت إلى إغلاق 7 مدارس بسبب انتشار باقي الفراش. وقالت مصادر إعلامية فرنسية أنه تم رصد باقي الفراش على مستويات مختلفة وفي 17 مؤسسة حاليا. وأعلن وزير التعليم أن هناك 7 مؤسسات مغلقة بهذا السبب. وعقدت الحكومة الفرنسية سلسلة اجتماعات في هذا الأسبوع، وذلك للبحث في تزايد حالات الإبلاغ عن انتشار باقي الفراش، وفي الوقت اللي غتصادف فيه فرنسا كأس العالم الريغبي وكتستعد الأولمبياد باريس 2024. وكانت وزارة التربية والتعليم الفرنسية أكدت في بيان إغلاق 5 مدارس كتضم 1500 طالب. وفي وقت سابق في الأسبوع الفايت أعلنت السلطات عن إغلاق مدرستين، وحدة في مارسيليا ووحدة في الفرانش سور ساون خارج ليون وفي جنوب شرق فرنسا.